خلال متابعة ترند النجوم والمشاهير، أحمد سعد بقى ترند في الساعات الأخيرة بسبب الإثارة اللي هو ظهر بيها في حفلات جدة. طبعا طلع لابس تيشيرت شفاف زي ما انتم شايفينه، لابس حلق. إثارة غريبة محدش كان متوقعها من أحمد سعد، وعايز كان بيغني. عايزة أقول لكم تمن الإثارة دي لوحدها بالمصري، يعني هو بالدولار عامل 1260 دولار، بالمصري دخلت 126. يعني لو انتوا حسبتوها كده بالمصري هيطلع 126. طبعا احمد سعد اتعرض لانتقادات كتير جدا جدا، وبقى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى هو مفسرش اللي هو طالع بيه ده. بس ناس كتير قوي قالت ان هو بيقلد عمرو دياب، لان عمرو دياب طلع الستايل ده قبل كده، واللي هو بيقلده بالذات في لبس الحلق. وقال تمن الاطاله دي يعني مفيش رد من احمد سعد لغايه دلوقتي، بس هو كده بيشبه عمرو دياب في الحلق والتيشيرت اللي كان لابسه. استنوا معايا ترند جديد، هنشوف مين اللي هيبقى ترند المره التانية. اشوفكم على